السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم يوسف عصام، واليوم عندنا فيديو جديد. اليوم عندنا فيديو شرح درس الصحة والمرض. في المدة التي سبقت التقدم للامتحان أصيب مراد بتعب عام، فزار الطبيب بصحبة والده في المراجعة الدورية للطبيب. فحص الطبيب مراد أولا وسأله مجموعة من الأسئلة عن طبيعة غذائه، فشخص الطبيب حالة مراد ولم يصف له دواء، إنما طلب منه أن يستريح ويقلل من شعور الخوف والقلق من الامتحان، ويكثر من تناول الفواكه والخضار لكي لا يتعرض جسمه للتعب. فصحته النفسية والعقلية تؤثر في صحته الجسدية. حان دور الوالد، وفحصه الطبيب وطلب منه الاستمرار بتناول أدويته المعتادة للحفاظ على صحة جهازه العصبي. ما الجانب الصحي الذي شخص لكل من مراد ووالده في رأيك؟ صحة جسدية. المطلوب أنسب كل جانب من جوانب الصحة إلى حالة المناسبة له، مستعينا بالمثال المحلول. جوانب الصحة وما تعرفها وكيف تتحقق. الصحة الجسدية هي سلامة جميع أعضاء الجسم وقيام كل عضو بأداء وظيفته على أكمل وجه. يتطلب تغذية جيدة، وزنا مناسبا، تمارين هادفة، وراحة كافية. الصحة العقلية هي صحة الأفكار والتصرفات والاعتقادات والمنطقية في التصرفات. تحتاج أن تكون لك آراءك وفكرك الخاصة بك التي تساندها، وأن تنظر إلى نفسك نظرة إيجابية. الصحة النفسية هي سلامة الإنسان من الناحية العاطفية والعقلية والاجتماعية. تحتاج أن تشعر بالحب والسعادة وكل الأحاسيس المبهجة التي تمنحك السعادة مع نفسك والآخرين. الصحة الاجتماعية هي انسجام مع أسرتك وزملائك ومجتمعك. تحتاج أن تحب من حولك وتساعدهم وتبتعد عن إيذائهم، وتسهم في بناء المجتمع وتطويره. تصنيف الأمراض بحسب العامل المسبب والأعراض. أقرأ النشرات الطبية الآتية ثم أجيب عن الأسئلة. طفيلي داخلي من متحول الزحاري. أعراضه: التهاب واضطراب في الأمعاء، إسهال دموي حاد غالبا ترافقه حمى، غثيان، تقيؤات وآلام بطن دورية ناتجة عن تشنجات في الأمعاء. طفيلي خارجي صوتي اللشمانيا. أعراضه: بقع متقرحة على الجلد يصل قطر الواحد منها إلى بضعة سنتيمترات وتدوم لأشهر طويلة على الرغم من العلاجات المختلفة. يبدأ المرض بظهور حبة صغيرة حمراء اللون في الجلد. الإصابة بعدوى الجرثوم الكوليرا. أعراضه: صداع وسخونة، تقلصات عضلية، توبات تقيؤ، توبات إسهال. الإصابة بفيروس شلل الأطفال. أعراضه: ضعف عضلي عام. تبع المخطط الآتي وأرتب مراحل انتقال المرض في أثناء اللدغة حسب المضيف. انتقال في أثناء اللدغة عبر الصوتيات التي تغزو البلعميات، وتتحول الصوتيات إلى لا صوتيات وتتكاثر بالانقسام البسيط، وتغاد اللا صوتيات الخلايا المخموجة، تعدي اللا صوتيات خلايا أخرى أو تتم بلعمتها. أما في الفقاريات تنتقل في أثناء اللدغة وتتحرر اللا صوتيات في الماء المتوسط، وتتحول اللا صوتيات إلى صوتيات، وتتكاثر بالانقسام وهجرة الصوتيات إلى البلعوم. أجيب عن الأسئلة الآتية: ما عدد الكائنات التي يضيف فيها صوتي اللشمانيا؟ 2 هما ذبابة الرمل والإنسان. كيف تتم العدوى بهذا المرض؟ عن طريق لدغة أنثى ذبابة الرمل. انتقال الأمراض: شلل الأطفال يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق تلوث مياه والطعام بفضلات شخص مصاب.
ينتقل أيضًا بملامسة المصابين مباشرة. عدم أخذ اللقاح المناسب. أما في مرض الزحار تناول تناول المياه تناول مياه الشرب الملوثة، تناول الخضار والفواكه غير مغسولة جيدًا، تعرض الغذاء للغبار والحشرات، وتناول الأغذية المكشوفة. أما في مرض الكوليرا يمكن أن ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق تلوث المياه والطعام بفضلات شخص مصاب، وينتقل أيضًا بملامسة المصابين مباشرة. أستعين بالبطاقات السابقة طرق انتقال عدوى الأمراض، وأستنتج كيف أحمي نفسي من الإصابة بالأمراض بكتابة قائمة من التعليمات. تعليمات الوقاية من الأمراض: عدم تناول الخضار والفواكه الملوثة، تجنب ملامسة الأشخاص المصابين بالأمراض، أخذ اللقاحات الواقية من الأمراض. شكرا لمتابعتكم، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس كي لا يفوتكم كل جديد، ومشاركة الفيديو للاستفادة من الآخرين. وكان معكم يوسف عصام، وكل عام وأنتم بخير وعيد مبارك.